يعني نفس المبادئ الإنسانية، لأنه في تونس نظن حتى شخص يعني ما يدعي أنه يرفض الديمقراطية أو يرفض الحرية أو يرفض العدالة. هذه يعني معطيات ومبادئ إنسانية كل إنسان، ممكن نقول كل مواطن في أي دولة يعني يدافع عليها. فحق المواطن التونسي في أنه ينشأ حركة، خصوصا في الظروف اللي عشناها بعد الثورة، يعني أعطاه تقريبا الحق. وهنا مناسبة باش نشكر يعني باش نقدم تحية يعني عطرة للشباب والناس المناضلين اللي ضحاوا من أجلنا باش يكون يعني لقاء كما هذا احنا موجودين فيه. أعطانا الفرصة، لأنه لو لم يكن البوعزيزي وغيره يعني من رجالات تونس ونساء تونس طبعا ما كناش في الفرصة هذه يعني نتناقشوا يعني نتناقش في نقطة يعني دقيقة جدا. يعني تجاوزنا الحرية السياسية وحرية إنشاء حزب سياسي إلى ما هو أبعد، يعني تشابه الأحزاب السياسية. فنظن أنه الإشكال ليس في عدد الحركات السياسية أو في تشابه يعني أسمائها. فأحسب أن كل الحركات اللي خذت التأشيرة متاعها يعني نواياها صادقة، وليس لأحد أن يتهم أي حركة ناشئة خذت التأشيرة متاعها أنه هدفها هو يعني التشتت في الرأي نعم. العام. لو تسمح كلمة أخيرة. تفضل. الأخ حيدري تفضل وقال أنه وزارة الداخلية لو لم تكن تعلم أنه في اختلاف بين الحركات هذه كان رفضت يعني. وأنا يعني بكل صراحة عندي ملاحظة في النقطة هذه، لأنه قانون الأحزاب يفرض على يعني إنشاء الحركات السياسية والأحزاب السياسية هو الاختلاف، يعني اختلاف مش الاختلاف في المبادئ الإنسانية العامة، هذا مفروغ منه، لكن الاختلاف في أساليب العمل. ففي أسبقية، في سبق للحركات اللي قدمت مطالبها يعني في البداية وحصلت على تأشيرتها. فنتحمل المسؤولية هنا، وليست مسؤولية يعني سلبية. لماذا وزارة الداخلية وأحسب يعني أنه النية كانت صافية؟ لأنه السجال اللي موجود هذا ربما كانت وزارة الداخلية كانت نجم تتجنبه لو هي لاحظت بالخبراء اللي فيها، بالمسؤولين اللي فيها، بحسن نواياها. لو كنت تعتقد أن السجال هذا مش يكون موجود يعني في الساحة التونسية في الوطن متاعنا، أنه مش يصير عفوا تشتت في الأفكار وفي مواقف المواطن التونسي من الطفيليات كما يقول يعني الدكتور رئيس جمعية التونسيين بفرنسا في مقال اليوم في الحدث، يقول هذه يعني طفيليات وتطفل سياسي، وفي نفس الوقت يعني في نفس المقال يقول هذه حرية المواطن التونسي أنه يعبر على رأيه. فأعتقد أن وزارة الداخلية كان عندها مسؤولية أكبر كانت تتحملها باش تتحرى في المبادئ العامة للحركات هذه، ولا تعطي التأشيرة إلا إذا تأكدت. وهذا ضمان للمواطن التونسي. لا تقول في كلام عام شوية ومش واضح، وماذا بيا كي تقول كلام كما كي تفسره لي. معناها أنت لومك عليها شنو؟ أنها أعطت تأشيرات لأحزاب تتشابه في الأسماء، أم أنها أعطت تأشيرات لأحزاب ما حقاش عطتها لها؟ لا 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 عفوا، يعني مش هذا الغاية. أنا قلت في أول كلامي أنه من كل حق مواطن تونسي أن يؤسس حزب وأن يؤسس حركة وأن يدافع على الوطن. هي ملاحظتك بالضبط ما فهمتهاش. الملاحظة هي أنه مادام يعني هو سلاح ذو حدين، التأشيرة عندما تعطيه وزارة الداخلية هو حق للحركة وهو تميز للحركة، بما أنه يعني الحركة تحصلت على ترخيص، فهذا يعني اعتراف ضمني أن الحركة تتميز عن حركة أخرى. هذا متفقين فيه أظن. في نفس الوقت يعني التشابه في هذه الأسماء هو اللي كان يمكن تلافيه. معناه كان يمكن تلافيه لو طلبت وزارة الداخلية من الحركات اللي خذت تأشيرتها بعد الحركات الأولى أن تتميز على الأقل في أسماء. بالاسم. أنتم وقتاش حديتوا المطلب نتاعكم؟ يعني قبل ما نجاوبك هذا مش دفاع على الحركه نتاعنا. لا مثال تجاوبني. اظن انه في التسميه هذه احنا اول حركه اخذت تاشيره في 2 مارس، يعني صبينا المطلب في 2 فيفري وخذينا التاشيره في 2 مارس. فما شكون سبق قبلك سي حاتم؟ 19 في 5 ايام بعد الثوره. يعني الاشكال ولكن وقتاش خذيتوا؟ نهار 7 مارس بعدهم. وزادوا طلبونا في توضيح بخصوص مبادئ الحركة وتوجهاتها الشنية. تفاصيل إدارية معناها فما شكون قدم قبلك أما خذا بعدك التأشيرة. لا وهذاك ما حاجة عادية، الاختلاف به بالعكس يعطي أريحية للمواطن التونسي باش يختار الحاجة اللي تتماشى وأفكاره هو. نحبوا نقدموا لأنه نحبوا نمشيوا إلى جوهر الموضوع ونشوفوا البرامج، وهل نعاود نتساءل هل هناك حقيقة اختلاف جوهري بينكم؟ اللي يسمع العدالة والتنمية اليوم اللي عنده شوية ثقافة ويتبع الشأن السياسي العربي والدولي مباشرة باش يمشي لتركيا. سي محمد صالح عن حزب العدل والتنمية،
هل هناك اختلاف عن العدالة والتنمية بالمفهوم التركي للكلمة؟ يعني سؤالي الكل تجاوبون عليه بعد استفافكم السياسي بالضبط فين؟ في اليمين، في الوسط، في اليسار؟ تفضل سي محمد. نحن حزب العدل والتنمية حزب وسط يميني، وانطلاق التفكير نتاعنا تونسي بحت، وما تأثرناش بالأكابي التركية، وما انا بيدي ما قريتش البرنامج تاعهم وما نعرفوش وما نعرفش توجهاتهم، اما العلم اللي عندي انا هما متاثرين بالتفكير التونسي، هما ماخذين برشا. قال هذا زاد اي متاثرين بالغنوشي، الشيخ راشد الغنوشي ماخذين منه، والترجمه من التركيه للعربيه عداله والتنميه، لكن التفكير نتاعنا كحزب حزب العدل والتنميه انطلق من تفكير ابن خلدون اللي معروف، هو اب السوسيولوجيا العصريه اللي نعيشوها حاليا، هو اول واحد درس سوسيولوجيا الدول، والفكره الاساسيه عنده هو العدل اساس العمران، وهذا شعارنا نحن في الشعار نتاعنا، عندنا العدل اساس العمران. وزاد عنده تفكير اخرى نظمها هو والناس كل تاثرت بها، هو دائرة العدل عند ابن خلدون. دائرة العدل ايش تقول لا سلطان بدون شوكة، ولا الشوكة هي قوة الأمن، ولا شوكة بدون مال، ولا مال بدون شعب، ولا شعب بدون عدل، ولا عدل بدون سلطان. ودار دائرة. نعم. انطلقنا من التفكير هذا نحن، وأسسنا تفكيرنا في السياسي على الفكرة هذه، باش نفرض العدل في الدولة ونبعدوا عن الظلم، لأن الظلم يؤدي إلى الخراب. العدل أساس العمران، والظلم يؤدي الخراب، ولا ديمومة لدولة بدون عدل. وباش نثبتوا هذا نضيفوا لها الديمقراطية، ولكن الديمقراطية الصحيحة، وليس الديمقراطية بورقيبة وبن علي اللي هي نعتبروها نحن الديمقراطية مركزية، ديمقراطية سنتراليزي بالفرنسوية، على النمط الستاليني السوفيتي ستاليني، أنه كل شيء ينبع من القمة من شخص واحد. نحن نحب نقلبوا الآية، نقلبوا الوضع، وردوه القرارات الكل تنبع من القاعدة إلى القمة. هو هذا الفكر الديمقراطي الصحيح. يعطيك الصحة، ما كانش مطبق عنا نحن، وبالطبع التفريق بين السلطات الثلاث، ولكن عندنا نقطة أساسية رابعة نحب نأكدوا عليها نحن في حزبنا، هي استقلال السلطة الرابعة التي يجب أن لا تخضع لا لمال ولا لسياسة. باش نجيو للبرامج، وهذه نقطة مهمة، باش نجيو للبرامج بعد شوية. أنا فقط ماذا بيا نطلب بكل لطف من السادة الحضور أنهم يجاوبوني على أسئلتي باش المواطن يتبع. سي محمد صالح الحيدري كان يتحدث عن حزب العدل والتنمية، وقال احنا اصطفافنا السياسي وسط يميني. سي حاتم اليحيوي يتحدث على حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية. بالنسبة لاسم الحزب وموقعه في تسمى هي الخارطة السياسية، واضح أنه وسط، لكن وسط ليبرالي، يعني وليبرالية اجتماعية. وكان عندما نقول ليبرالية اجتماعية هو وسط يسار، باعتباره أنه يهتم بجميع الفئات، والتركيز نتاعو ماهوش تركيز فهمتي على التوجه، لا توجه وطني ولا توجه تركيز يعني يهتم بال كيف نقولوا ايديولوجيا او ايديولوجيا دينيه وغيرها. بالعكس هو يهتم بالاساس نود التفرقه هنيز ما بين العدل والعداله، لأن العدل هو في تعريفه سي ليكيتي، وانا راجل قانون وندرس فيه في الحقوق، والكلمه هذه عندها قيمتها. ليكيتي سي دراسه الحاله بحاله، تخليك معاش تطبق القانون على الجميع وباش تراعي الحالات، بينما العداله هي انه يخضع القانون للجميع على قدم المساواة الواحدة، وهذا هو اللي نسعى له الكل، ونتصور حتى كل الأحزاب تسعى له، اللي هي تطبيق دولة القانون والمؤسسات اللي لطالما شدق بها النظام القديم، ولكن ما تكريسها ما صارت. احنا راه نجم نحلوا باب حوار، ولكن مش اليوم، خاطر احنا حتى الأربعة
في الكلام اللي تقول فيه حول الفرق بين العدل والعداله، الفرق الجوهري. نجيو توا للنقطه الاساسيه اللي هي رغبه جميع التوانسه في تحقيق تنميه عادله وشامله. نحن علاش اخترنا كلمه العداله؟ اخترنا كلمه العداله اولا النظام الليبرالي يكرس العداله بمفهومها الحقيقي، ويحب السلطه على اساس مبدا تفريق السلطات، وسلطه العداله تكون سلطه قويه وحتى تتدخل في الحياه السياسيه. يبقى السلطه القضائيه وثم هناك سلطه سياسيه اللي هي مجلس الشورى. هذا تو نطرحوهم بعد فهمت ولا لا في التجاذبات السياسيه ما بين تكوين النظام الجمهوري، على خاطر النظام الجمهوري الرئاسي ما هوش النظام اللي صار في تونس، هذاك نظام رئاسوي يجمع السلطات بيد الرئيس. اما اللي يحب يفهم النظام الرئاسي يشوف النظام الرئاسي في امريكا، يفهم شنو هو النظام الرئاسي وشنو كل سلطه تراقب السلطه الاخرى. ونرجع لقولة مونتسكيو الشهيره اللي tout être qui possède du pouvoir est poussé par la disposition naturelle des choses à en abuser. Donc il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. بالترجمة العربية نترجمها لكم أنا كما الجميع فهمتي، كما الطلبة ونحب فهمتي ولا الطلبة، وإن شاء الله ديما يقعد القانون هو سيد الموقف. كل شخص لديه السلطة مدفوع بطبيعته لسوء استغلالها، لذا يجب على السلطة أن توقف السلطة. وهنا نجيو لا تيوري دي بوكل نتاع ديكارت، انه يجب كل سلطة عندها سلطة اخرى مضادة تراقبها وتتابعها وكان لازم توقف. هو سي محمد صالح قال ابن خلدون الدائرة هو سوسيولوجيا اب السوسيولوجيا ابن خلدون، قلت تقريبا نفس الكلام. ولكن نعم. نجي قلنا مبدا العدالة. علاش اخترنا كلمة العدالة نحن؟ اللي هو مبدا تكافؤ الفرص. هذه هي العدالة اللي حشنا بها، عدالة اجتماعية. انه الجميع تو مثلا مشكلة التشغيل، هذاك التشغيل عندنا نحن في برنامجنا حق، وزاد حق اخر تكفل الدوله اللي هو لو دروا دون ريمونيراسيون ايكيتابل، يعني حقه في خلاص شهري مقابل لما قدمه من مجهود، ولكن يكون معناها مساوي مع الناس، مساوي مع جهده. هوني مبدا تكافل الفرص انه كي يكفوا الكل ما عادش ثم